في لعبة افتراضية تماما هقول لك مين يورث مين. نيجي بقى للراس الكبيرة. الغول، الحريف، الإرهابي، صاحب نظرية إن الإنسان يعيش مرة واحدة، أول من لعب مع الكبار وخلط الإرهاب بالكباب، الزعيم عادل إمام. ده نصايح أنا أطبقها على دماغكم كلكم. عادل إمام أسطورة حية، دي حاجة غير قابلة للنقاش، حاجة كده زي ميسي ورونالدو في الكورة، عمل كل حاجة حرفيا في مجاله. كوميدي، هو حد يمد ايده، انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود. تراجيدي، الانسان بيعيش مره واحده بس، علشان كده لازم يعيش كسبان على طول. أكشن، دلوقتي تاخد بعضك انت ورجالتك وتمشي من هنا ما ترجعوش تاني. رومانسي، رعب، ما تعتمديش على كده. سبق قبل كده قلت لك ان غضبي مخيف وانا قربت اغضب منك. سينما ومسرح وتلفزيون، واي حاجه كانت بتيجي على سكته كان بيعملها وبينجح فيها. عادل امام استمر في عالم التمثيل لمده 60 سنه، منهم 45 سنه تقريبا نجم شباك، ومحافظ على نجاحه وهو رقم واحد. ده ريكورد مفيش ممثل عمله، مش في مصر بقى ولا الوطن العربي، لا ده في العالم كله. مفيش ممثل او اي حد مشهور في اي مجال فني قدر يحافظ انه يكون رقم واحد لمده 45 سنه متواصله. ولذلك وبناء على ما سبق، فالممثل اللي ممكن يكون الوريث لعادل إمام في نجاحه وتنوعه واستمراريته هو